الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. قد إيه كنت سعيد جدا بما تم من نشره على الفيسبوك، خاصة من طلبة الأعزاء، طلبة وطالبات، وكنت سعيد بالتعليقات الرائعة، وما كنت أظن أبدا إن أنا أكون فائز في هذه المناسبة في هذه المسابقة على الإطلاق، ولكن فوجئت، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى وحب الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء وحب الطلبة ليه، وما اقدرش طبعا ارد لهم هذا الجميل، وده ثمرة المجهود والشغل بفضل الله تعالى، ومكسبي وثمرة جهدي حب الناس دي ليه اهم من اي حاجة، وتمنياتي لهم جميعا بالتوفيق والتقدم والرقي، وكلكم طبعا ما تتنسوش وفي القلب كلكم، واتمنى لكم دايما مزيد من التفوق والنجاح، وخاصة القائمين على شبكة سمنود على رأسهم السيدة الفاضلة أنسة سماح أبو العلا، والطالبات العزيزات دكتورة ضحى ودكتورة آية زيدان، والدكتورة ضحى المر، والأنسة ياسمين المر، والأنسة فاطمة الأشرم، والأنسة الصيدلية الدكتورة عبير عبد الحليم محمود، وجميع الطلبة اللي شاركوا، والناس الزمايل اللي بقوا زمايلي وأصبحوا طبعا بفتخر بيهم في كل مكان، على رأسهم الإعلاني الكبير الأستاذ محمد أبو جميل، وكل من شارك بأي تعليق بأي كلمة أسرتني بصراحة، وأمين له بالجميل، وأمل نشوفكم كلكم على خير إن شاء الله، وأتواصل معكم إن شاء الله بفضل هذا المجهود الرائع، وكان ده أقل تقدير طبعا للناس ليا بصراحة، كنت سعيد جدا بهذه المناسبة، مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق والشكر والامتنان لمجهوداتكم في هذا الجميل. لكم جزيل الشكر والاحترام. عبد الله مصطفى حميدي، مدرس معلم خبير اللغة الفرنسية، مدرسة السادات الثانوية للبنات، لسه كتير خلاص يعني ان شاء الله. الف شكر وجزاكم الله خير. اسمها سمنودية.